دي اللحمه المشربه اهي، عظمه فظيعه. هو ايه ده؟ لا ما تاكليش يا حبيبتي، صاحبتك يا ماما، روحي اتصلي بيها يلا. حاضر. عارفه انا عامله لكم ايه النهارده بقى؟ اللحمه المشربه دي عشان صاحبتك، وعامله لك محشي وصينيه بطاطس والملوخيه. هي اتاخرت ولا مش انا حاضر، هكلمها هتلاقيها على وصول. يوسي انا شاكه فيكي. بصراحه هقول لك على حاجه، هو مفيش صاحبتي. يعني ايه مفيش صاحبتك؟ امال انا عامله الاكل ده لمين؟ انا ضحكت عليك. ليه وانا ما بطبخش يعني عشان تضحكي عليا واطبخ؟ ما انا هقول لك، انت ها؟ ابتديتي تعملي زي كل الامهات قبل رمضان، ابتديتي ايه تريحي في الاكل، ابتديتي تعملي ايه اكل اي كلام كده. قلت لك على موضوع صاحبتي ده علشان تعملي لي الاكل اللي انا بحبه. تضحكي عليا عشان اطبخ؟ ما انا طول عمري بطبخ. امهات ما بتجيش الا بالخطط. انت قلتي ايه؟ عملت غدا النهارده يا جماعه في حلل هيفي الجرانيت 26 قطعه، الطقم كبير جدا مش هتحتاجي غيره ابدا في المطبخ، سعره حقيقي مفاجاه. مقاسات الحلل دي من 16 ل 28، غير الطاسات والجرال واللبانه وحتى الكنك موجود. الغطيان والايدين ستانلس بيور عشان يدخل الفرن بكل امان بالغطاء. الاكل فيها بيتعمل بسرعه مش بيلزق، وتوزيع الحراره ممتاز. هسيب لكم كل التفاصيل في الكومنتات، ويلا نشوف الاكل الحلو ده اتعمل ازاي. تعالوا بقى نبتدي باللحمه المشربه. على فكره ده اكبر مقاس في الحلل عندهم، بيشيل لحد يمكن 2.5 3 كيلو لحمه كده. انا حطيت ميه على النار، اول الميه ما غليت انا كنت سايبه اللحمه دي في بصل مبشور وملح وفلفل. بعد نص ساعه زودت 3 بصلات كبار سلايسز كده. لازم اللحمه تستوي، ولو حتى شربت الشوربه زوديها ميه لحد ما تتاكدي انها استوت. وبعدين انا هاخد منها كام كبشه كده عشان عايزه اسقي المحشي واعمل الملوخيه. طب يعني ايه لحمه مشربه بقى؟ اول ما يبقى فاضل حوالي كوبايه شوربه كده فيها، بروح حاطه معلقه سمنه كبيره، وزود كده الفلفل الاسود، واحط فلفل سبايسي على فلفل رومي. انا عايزاها تشرب الميه بتاعتها او شوربتها يعني لحد ما تتسبك منها فيها، وتبقى زي ما انتم شايفين عامله صوص حلو قوي. مش هاخدها احمرها ولا هعملها بالبصل من الاول، هي بالظبط زي ما بقول لكم كده، بتطلع طعمها روعه يا جماعه. قطعيه اللحمه براحتك بقى، تعمليها موزه، تعمليها كباب حله، شوفي انت حابه تعملي انهي لحمه. انا دلوقتي بقى بعمل الصوص الابيض بتاع البطاطس. انا حطيت كوبايه لبن كبيره، عليها معلقه دقيق كبيره، عليها معلقه سمنه بلدي على البارد، تضربيهم وتحطي على النار ملح وفلفل اسود لحد ما يتماسك في بعضه كده. عندك بقى حته جبنه كريمي حطي، عندك معلقتين قشطه حطيهم بيعلوا الطعم جدا، عندك كريمه طبخ برده حطي معلقتين 3. انا كنت محمره بطاطس او تكوني مدخلاها في الاير فراير، هي بصراحه دي كانت معموله في الاير فراير، حطيتها. وكان عندي اللحمه المعصجه اللي لو تفتكروا كنا عاملينها مع بعض فروزن، وحطيت طبقه بطاطس ثانيه. بعد كده حطيت الصوص الابيض ده. لو عندك اي جبنه موتزاريلا او رومي او شيدر حطيها على الوش. انا هولع الشوايه عليها 5 دقائق بس، وشها يلون، او تدخليها الفرن مسبق الحراره هتاخد ربع ساعه. دلوقتي بقى انا كنت عامله محشي في الصينيه، انا هدخلها الفرن بالغطا بعد ما سقيته شويه شوربه وحطيت على وشه شويه توابل كده بتاعه المحشي. هيغلي غلوتين على النار حوالي من 5 ل 10 دقائق، وهغطيها وادخلها الفرن. هتاخد حوالي نص ساعه، الفرن مسبق الحراره بقاله تقريبا 10 دقائق كده. خلاص يا جماعه اخد النص ساعه اللي قلت لك عليها. انا دلوقتي بقى لو عايزه وشه يلون، هو استوى في الفرن بالغطا، انا شلت الغطا وهولع الشوايه بس 5 دقائق او 10 دقائق بالكتير كده. البطاطس بتاعتي خلاص وشها اخد لون، المحشي وشه اخد اللون اللي انا عاوزاه. هنا بقى عملت في الطاسه شويه توم بكزبره ناشفه، وهنطش بقى الملوخيه. واحلى اكل واسرع اكل هتعمليه بجد، طعم قوي بجد، الاكل حلو مش عايزه اقولك قد ايه. المحشي في الفرن مختلف خالص، طعمه جميل جدا جدا. ويا ريت اسمع رايكم، واللي يجرب اللحمه المشربه زينا نقول له يا عمنا. بجد عايزه اسمع رايكم عشان الاكل طالع حلو جدا جدا، الاكل اتعمل بسرعه، طعمه جميل. هسيب لكم كل تفاصيل هيفي في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، ما تحرموناش من كومنتاتكم الحلوه، ونشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي, باي.